صباح الخير عليكم حبيباتي، واش راكم ملاح؟ اليوم جيت وجبت لكم واحد الكغاتان، واش نقول لكم؟ كغاتان بنين 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 ويجي مشمخ، ما يجيش ناشف، من اروع ما يكون. ولكن قبل ما نبدا وصفتنا تاع نهار اليوم، نصلوا كامل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو على بركه الله وصفتنا اليوم مع بعض. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا كغاتان تشكيله من الخضر من اروع ما يكون. مع الاول واش نديروا؟ هنا عندي شويه تاع الماشطو، كنت غسلتها وقطعتها على هذا الشكل، درتها في الماء ودرت لها كميه تاع الملح وخليتها تطيب. هنا كيما الماشطو نخلوها تطيب حوالي 95%، باسكو من بعد راح نصوصيوها بشويه تاع الثوم. من جهه واحده اخرى هذيك البطاطا اللي قطعتها مربعات على هذا الشكل نروح نديرها في المقله ونقليها. صدقوني هذا الكغاتان يجي بزاف بنين ويجي زاكي وزيد بزياده كيما قلت لكم ما يجيش ناشف. من جهه واحده اخرى عندي حوالي واحد 3 حبيبات تاع القرعه، هما تاني نروح نقطعهم مربعات هكذا، ونروح هما تاني نروح نقليهم في الزيت. كيما راكم تشوفوا فيهم هنا بعد اللي قطعتهم ندير لهم شويه تاع الملح ونروح نقليهم. كيما راكم تشوفوا الخضره تاعي انا كامل قليتها هكذا، سورتو اللي عندها دراري صغار كي يشوفوا هكذا الخضره مقليه تعطيهم هذيك البنه تاع القليان وياكلوها لكم، وتزيد بزياده تجينا بنينه. هنا بعد اللي قليت هذيك القرعه نروح نحيها كامل، وهنا نروح نصفي هذيك اللوبيا بعد اللي طابت لي. كيما راكم تشوفوا هنا في قدره واش ندير حوالي 2 مغارف تاع الزيت، وندير هنايا مغرفه تاع الزبده، ونحط هذيك اللوبيا تاعي لداخل ونخليها تتقلى وتشرب هذيك البنه تاع الزبده. هنا واش نضيف لها حوالي 2 سنينات تاع الثوم، ونضيف لها شويه تاع الفلفل الكحل، خاطرش الملح راني درت لها مع الاول، يعني غليتها بالملح ما نزيدلهاش، ونخليها تشرب شويه من هذيك البنه تاع الزبده. من بعد نروح نحيها في مقله. واش نروح نضيف لهنايا حبيبه تاع بصل تكون مليحه، نخلي ديك حبيبه تاع بصل حتى كي تدبل، ونضيف لها لهنا شويه تاع صدر تاع الدجاج كنت قطعته مربعات صغار، ندير له شويه فلفل الكحل، شويه تابل الدجاج، شويه سكنجبير وشويه كركم، ونزيد له هنايا مكعب مرق الدجاج. اللي يحب يدير له الملح يدير له، انا حتى المصدر تاعي كان صغير درت له هنا مكعب مرق الدجاج باش يزيد لي بنه. من بعد نروح نضيف له 2 حبات تاع الزروديه، انا درتهم كبار، اللي عندكم صغار تقدروا ديروا 3، ونخلوها حتى كي تدبل كامل مع هذاك الدجاج وهذاك البصل. من بعد نروح نمرقها بكاس تاع الماء ونخليها حتى تغلى شويه، ونتحصل على هذه المريقه اللي راكم تشوفوا فيها لهنا ثقيله. هنا نطفي عليها وتكون واجده. من جهه اخرى راح ندير اون صوص طوماط. هنا عندي 3 حبيبات تاع الطوماطيش كنت رحيتهم بالبغا ميكسور، ضفت لهم لهنا 2 مغارف تاع الزيت، ضفت لهم لهنا شويه تاع الثوم، مغرفه تاع الطماطم مصبره، مغرفه شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع الملح، ومغرفه تاع العكري. ونخلي الطوماطيش تاعي حتى كي طيب وتبدا تغلي، نضيف لها مغرفه تاع السكر وتكون هنا واجده معايا باش نحي لها لاسيديتي. هنا في البلا اللي يدخل الفوق نحط هذيك لاصوص طوماط هي الاولانيه. من بعد واش ندير؟ نحط هذيك البطاطا اللي كنا قليناها على هذا الشكل، نزيد فوقها هذيك القرعه وقلنا قليناها بشويه تاع الزبده وشويه تاع الثوم. هنا كي نسقمها كامل في البلا نضيف فوق منها هذاك الدجاج اللي كنت طيبته مع الزروديه وخليته شويه تاع لاصوص كيما راكم تشوفوا، باش هنا الكغاتان تاعي ما يجينيش ناشف. نسقموه كامل على هذا الشكل. من بعد نروحو نديرو لاباغاي دو كيش واش نحقو فيها. هنا عندي 2 كيسان تاع حليب، عندي 2 حبيبات تاع البيض، عندي حبيبه فرماج، وعندي شويه فرماج غابي. هنا ندير 2 كيسان تاع حليب، ندير هذوك 2 حبات تاع البيض، ندير هذيك الحبيبه تاع الفرماج، وندير كميه تاع فرماج غابي، ونضرب كلش بالبغا ميكسور. هنا نضيف لها شويه فلفل الكحل وشويه بك تاع الملح، ونضرب كلش بالبغا ميكسور على هذا الشكل. هذه هي اللي حتحمر لنا الكغاتان تاعنا وتزيد لنا بنه فيه. هنا نفرغها كامل عفوا فوق البلا. نسخن الفوق تاعي على 180 درجه، ندخلها للفوق حتى يطيب لي هذاك البيض وتحمر معايا وتكون هنايا واجده. هاي حبيباتي بعد اللي خرجتها من الفوق جات حميمره الله الله كيما راكم تشوفوا، جات من اروع ما يكون. هنا نقسم معكم ان موصو تشوفوها كيفاش جات لداخل، جات الله الله، جات فيها الماء ماشي ناشف الكغاتان تاعنا، تقدروا تاكلوه وزيد بزياده زاكي وكل حاجه فيه جات بنينه. هذيك البطاطا اللي قليناها والقرعه اللي قليناها وهذاك المشطو اللي كنا صوتيناها بشويه تاع عفوا بشويه تاع الثوم ومغرفه تاع الزبده، عطات لها بنه على بنه من اروع ما يكون. صدقوني جربوها وما تندموش عليها.
شوفوا هنا المريقه اللي قعدت لي، ولا الطبق تاعي ما جانيش ناشف. شوفوا جات كل حاجه طريه، كل حاجه بنينه، وزيد بزياده مشمخ ماشي ناشف. وبهذا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم اللي شافت لا فيديو تاعي اول مره وعجبتها فضلا وليس امرا تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها دائما الجديد من عندي. وانتم حبيبات قلبي ما تبخلوش عليا بجام. وبهذا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في وصفه جديده من وصفات كويزين دالي. باي باي.